وقفت امرأة عاملية من بلدة رميدية أمام بيتها المردمد ورنمت ونقل هالشي مواقع التواصل الاجتماعي كلها. قالت له: ما عدلي صبر على الغربة، ما عدلي وحتى بيت بالضيعة، ما عدلي والله يا هالدنيا طلعتي مش معدلة وحرمتيني الأهل والأصحاب. هيدا المخمس مردود أو المعنى الحزين يلي مشهور ومعروف كتير بجبل عامل، ولو إنه تراجع كتير بالفترة الأخيرة. أهلا بكم بحلقة جديدة من علمني يا جبل عامل كيف أرسيك، رح نتناول فيها المخمس مردود وبعض الرديات الحلوة والشعراء اللي انعرفوا بجبل عامل. بيقول الشاعر بول السلامة إنه أهل جبل عامل ما بينظموا الشعر بل بيعيشوه، ولهيك حتى أنا بحياتي اليومية العادية التقيت كتير بأشخاص عاديين، أشخاص ما بيقروا وبيكتبوا حتى، ونظموا المخمس مردود أو المعنى، وكتير منهم ما انشهروا، بس كتير مواويل وقوالات أو بيقولوا لهم أولين انتشرت بمناطق جبل عامل، خصوصا المواويل الحزينة مثل هيدي الامرأة. عندنا مثلا بيقول سلام الراسي بأحد كتبه وهو من قبل السقي انه طلبوا منه بعد ما توفى خليل عبد الله. خليل عبد الله كان شخص مهم جدا ببلده الخيام، انه ينظموا له معنى حزين لحتى يفوتوا على الضيعة ويكونوا عم ينجدوا له هيدا المعنى. فكتبوا له، هون رح اشرح لكم كيف المخمس والمعنى: بعد كنا معاوزينك للشدائد شايلينك، كنت مشكى الضيم فينا 7 راض في عرينك، حيف يا حامي حمانا السيف يسقط من يمينك. منلاحظ اذا رجعوا ردوه معنا حزين هو بذاته بيطلع: السيف يسقط من يمينك، حيف يا حامي حمانا 7 راضي في عرينك، كنت مشكى الضيم فينا للشدائد شايلينك، بعد كنا معاوزينك. فإذا المخمس مردود هو لون زجلي لبناني أصيل بيبرع فيه أهل جبل عامل بأبيات شعرية موزونة ومقفات. 5 أشطر برد الشاعر على بيت زميله ببيت بيحمل نفس القافية ونفس الوزن، ولهيك عتبت كتير ناس كانوا يقولوا له عتب المعنى الحزين. وفي منهم كانوا يكونوا فرحين، مثل هيدي للقوالي سلمى بدي أقولها، وكان في قوالات بالجنوب بجبل عامل بس قليل من كتب عنهم. بتقول، وانا بحبها كتير للصراحة: قديش كنا نروح عدروب الهوى ودروب حمرا مهفهف نحوج دوا، كل ما حكينا شوي ينقزنا الهوى، قديش كنا نخاف لمح خيالنا، قديش كنا نروح نسرح بالحقول ونفرفت الزعرور ونفز الجلول، قديش بيك لبيي يصرخ يقول لا تضربها بعدها ولد كرمالنا. ونعرف بهيدا الشي والكل بيعرفوا أكيد شاعرنا الكبير زين شعيب، يلي هو من حدي كمان من بلدة الشرقية، وبلدة الشرقية هي بلدة عاملية أكتريتها من بيت شعيب، وسبق بحلقة سابقة حكينا عن موسى شعيب، وهي أكتريتها شعراء وخاصة بيقولوا الزجل. وهو تولد سنة 1924 وتوفى عام 2005. بيقول مثلا مشهور له هالزجلية هيدي أو هالموال: يمين عشحاد يهديني من شان سر الكار يعطيني، لا مال بدي ولا برزق طمعان ولا مقصدي ضيعة ولا مديني، شحاد بشحد عاطفي وحنان من اللي جرح قلبي وناسيني، وبتهنها بغصة بتنهنه بغصة طفل عطشان، قلبي احترق يا ميمتي سقيني. ميمتي هي معروف انه بيكونوا عم بينادوا اليمامي يا ميمتي يا ميمتي، لانه اليمامة تنوح حزينة مثل ما بيقولوا. لكن اشهر القوالين اللي انعرف بجبل عامل
هو أسعد سعيد. أسعد سعيد هو قوال، ولد بالصرفان سنة 1922 وتوفى سنة 2010، واستعانوا فيه الرحابني ببعض مسرحياتهم، ورقص رقصة السيف والترس، وقاتل بفلسطين، وله كتير دواوين شعرية. ولكن كانوا يفتخروا العائلات العاملية اللي يجيبوه على المآتم ليمشي قدام المأتم. كان زمان هيدي من عاداتنا انه بيضربوا وبيعزفوا بالمآتم، ما كانوا يقولوا انها محرمة يعني. فكان يمشي بالمآتم أسعد سعيد. هو توفى سنة 2010 وله وحدة كتير حلوة، وهيدي قال عنا بضيعتنا بالميرية، لذلك أهل الضيعة برددوها بدفن أحد الشخصيات: صاح صاحي من النواحي، من أنين ومن نواحي، حيف أسعد دام عنا وربى أرباب المعنى، وحيف يا نقبة وطننا البين كسر لي جناحي. أنا هون بدي أشرح ربى أرباب المعنى. هو هيدا اسمه معنى، هو عم يحكي عن حاله هون يعني الإيجو ربى أرباب المعنى، إنه هو ربيهم للي بيقولوا هيك. وله وحدة كمان: يا دهر شو بدك ببعد وفيي، تركتني وحدي بهالدنيا صبي، لا خلي واسي دمعتي، ولا حبيب يمسح جرح عيني. ولكن الأشهر فيهم جميعا على الإطلاق كانت حسيبة هاشم. وحسيبة أسعد سعيد قرأت عنه، الشاعر زين شعيب زرته على كبره، لكن حسيبة يلي توفت سنة 92 يعني من 34 سنة كنت اطلع خصيصا على عاشوراء النبطية لأسمعها بالمأتم العاشر. واحيانا كتير كولد اعرف اذا هيدا البيت في حسيبة عم تقرا مجلس عزا للنسوان، اروح اتسمع اوقف برا. قد ما كانت رائعة الصوت وحنونة الصوت، وكانت تعتب وتقرا بمجالس العزا، وظهرها ظهرت بأكثر من فيلم، من لمارون بغدادي بشريط كلنا للوطن اللي صور سنة 1979، وظهرت بفيلم تاني، وكانت تعتب بشكل جدا رائع. ومؤخرا قرأت انه في مغنية لفت لنظرها الموال الأحباب اللي حأقرأ مقطع منه هلأ، فرجعت وأعادت وقرأته. بتقول حسيبة، وأكيد ما رح أقدر إجي لواحد بالمية من صوتها لأنه ما عندي صوت، بس الشغلة اللي لازم أذكرها قبل إنه صدفة هي خلتها تصير هيك. كانت عم بترنم لابنها بدها تنيم ويلا تنام أو شيء، وسمعتها مرة مارقة فاتت لعندها، قالت لها بدي أخدك عند الزعيم أحمد الأسعد على الطيبة. أخدتها لهونيك، وهونيك انطلقت حسيبة، وهيك صارت. بتقول بهيدا الموال الرائع لإلها اللي هو اسمه موال الأحباب: يا ويلي الظهر يا ويلي يا ويلي، منين الظهر يجمع بالحبايب، كما كنا يا خيي بالزمان، جار الظهر علينا شتتنا جميعا، جار الظهر يا ناس شتتنا جميعا. وهيدي بتنطبق علينا هلأ. كسر ظهري صار حاني، يا ويلي وين احباب قلبي، هنوني وارجعوا بالسلامة، انا من بعدهم يا طول حزني، انا من بعدكن يا حبايب، ظهري صار حاني، يا جا الشمل تجمعنا، بيعود لحتى يعود علينا يا خيي عمر تاني. رح اختم بالاولي سلمى، وبتقول هون عم بتقول كمان عتابة على أحد الأشخاص المهمين اللي توفى لها. بتقله: بعدني بالدار ساعة وساعتي ساعة وداعة. هو الميت عم يحكي يعني: بخاطرك يمي الحنوني صابني وعظم مصابي، وما حفظ عزة شبابي، تذكروني يا أحبابي عن زماني الأولاني. هون كيف بنلاحظ المخمس: عن زماني وعصر عزي، وكانت العيشة ملزة، صارت الكاسات مزي، تمرمرت خمر الجناني، تمرمروا الكاسات بعدي، بدلت ايام سعدي، والبين اسكني بلحدي، صابني بسهمه ورماني. بدي اشكركم ويعطيكم الف عافيه. بنلتقي بحلقه جديده من علمني يا جبل عامل كيف ارسيك.